صباح الفل على احلى متابعين. النهارده روتين جميل وخفيف، هنروق بالشقه هنشوف هنتغدى ايه النهارده وهنبدا يوم ازاي. النهارده اول ما بصحى من النوم بقرا الاذكار الصباح والمساء واصلي ركعتين الضحى، وبعد كده ابدا بترويق الشقه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده متبهدله، زي ما انتم شايفين وانا مصبح عليكم. تمام. واطبق البطاطين بتاعت النوم بتاعتنا، واهو الصبح لسه طالع اهو. وتعالوا مع بعض اعمل فطار الاول واروح السوق، وبعد كده اجي اروق معاكم. بعد كده نخش على المطبخ بتاعنا، والمطبخ بتاعي اهو هبدا برضو اروقه بعد ما افطر. وغدا النهارده ايه يا بنات؟ هنتغدى النهارده محشي. طلعت القطط فوق، طلعت الفراخ بتاعتي شايفين، وكيس الفول ده عشان نفطر بيه، وده اكل الفراخ بتاعي. انا بربي فراخ. طبعا اروق الشقه واغسل المواعين وكل ده نعمله مع بعض. دي بليلة حطيت عليها لبن، نبدأ بقى نفطر. انا جيت من السوق جبت بطاطس وجبت القوطة بتاعتي اهي، وجبت كمان باور عشان اغسل البوتاجاز، وجبت فلفل، وجبت حاجة رمضان دي هلزقها على التلاجة دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده روقت المنطقة دي كلها اهي، زي ما انتوا شايفين. فتحت ونضفت الترابيزة حتى، وشلت الدفاية حتى تحت البتاع، ولميت اللعب. وهبتدي ان انا اكنس الارض اهو. ظبطت الدولاب بتاعي اهو وسريري روقته زي ما انتوا شايفين. ورأس الكارثة دي بس دي هبدأ بقى ان انا اروقها ونخش مع بعض على المطبخ. زي ما انتوا شايفين كده هلم اللعب ابني واكنس الارض، وروقت الضرفة دي كلها ظبطتها زي ما انتوا شايفين كده. هشيل ده كله بقى ونبدأ مع بعض نخش نعمل اكل بقى ونظبط الدنيا. وده شكل الشقة بعد ما روقتها وظبطتها. فرشت المفرش وروقت الشقة كلها وكنستها، وروقت الركنة بتاعتي اهو، وعلقت زينة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده اهو، مشيت الحاجات وروقت وطبقت كل حاجة زي ما انتم شايفين. يلا بينا بقى على المطبخ. نقعت الفراخ بتاعتي بمية وخل، القوطة بتاعتي هعصرها عشان اعمل التغذية. هعمل معاكم المحشي بصلاية طبعا، واللية بتاعتي وفلفل، واعمل الفراخ حلة على النار اهي. وهبدأ ان انا اعمل فيها المحشي بتاعي. ليه نضيف عليها بشوية زيت. حطيت هنا قرن فلفل على طماية، مكعب مرق، وشوية توم باودر وبصل باودر، وبعدين شوية شطة وبهارات مشكلة وفلفل أسمر طبعا. والصلصة بتتسبك هنزل على كل ده. حلة على النار، نزلت بقى بنقطة زيت وانزل بالفراخ. نزلت بالفراخ بتاعتي تحت صدمة مستكة وحبهان ورق لوري وكوبيبة صيني وشوية روزماري وزعتر وفلفل أسمر حب، ونحطهم على الفراخ. ثم وبصل وشوية فلفل أسمر وبهارات الفراخ وكاري، ويلا ننزل على الفراخ. كده غيرت لونها، انزل عليها بالمية الشرب. حطيت الرز على الصلصة بتاعتي وعلى الخضار، وهبدأ يبقى أنا أحشي المحشي. لفيت المحشي بتاعي، هبدأ بقى أحط عليه الزيت بتاعي. أحط شوية زيت كده على الشوربة بتاعته. الشوربة دي عبارة عن بصل وكمون وليمون وكمون وقصدي وبهارات مشكلة، واللي أنا حطيتها على الكشري اللي أنا حطيتها على المحشي. شوية بابريكا على الوش كده عشان يبقى أحمر. محشي المعتبر، طبق الشوربة الجميل. تعالوا اتفضلوا معايا. ده شكل المطبخ بعد ما روقته وظبطته وغسلت المواعين وظبطت الرخام زي ما انتم شايفين كده. واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.